النهارده جايه لكم بقى في فيديو ما ينفعش نفوته طول شهر رمضان. هنعمل وصفات كتيره جدا للكركديه. تعالي شوفي الفيديو النهارده فعلا رهيب. بس قبل ما نبتدي في وصفاتنا نصلي على الرسول. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. ونسمي الله ونقول اللهم بارك، ربنا يجعله شهر كريم علينا. اول حاجه هنعمل التمر هندي. معايا نص لفه من التمر هندي الطبيعي، وهنحط عليه كوبايه من السكر ولتر ميه مغليه. هانزل عليه كده واديله تقلبتين واسيبه على جنب كده لمدة ساعة. تمام. خلاص كده بصي بقى بدأ اصلا ينزل لونه. ده بنعمله تمر هندي مركز. لما تيجي تشربيه هتخففيه بقى على حسب ما انت عايزة وتحطي له السكر. تمام. هسيبه بقى كده على جنب ونيجي بقى نعمل الوصفة بتاعت الكركديه العادية اللي هي بتاعت امهاتنا. كوباية من الكركديه شطفتها ورحت نازلة عليها بكوباية من السكر ولتر مية مغلية. وبرده ده كركديه مركز هنخففه اما نيجي نشربه. واركنه كده جنب صاحبه التمر هندي. يلا بقى روح جنبيه وتعالي نبتدي بقى في وصفة شربات الكركديه. الشربات اللي بيتخفف المركز لما نيجي نعمله. نزلت ب3 كوبايات من الكركديه، عليهم 6 كوبايات من السكر، 3 كوبايات من المية. تمام. يبقى احنا كده ايه؟ الكركديه والمية المقدار واحد، السكر الضعف. 3 كركديه 3 مية 6 سكر. ونقلبهم كده تقليبة حلوة ونوديهم على النار. يلا يا حلة روحي على النار. شايفاكي لسه ما حطيتيش اللايك، يلا روحي اعملي اللايك. ولو مش متابعاني اعملي متابعة في القناة عشان تشوفي احلى الوصفات. ولو بتتابعيني من على الفيس يلا كمان ايه؟ اعملي متابعة واعجاب في الصفحة. شايفين بقى نبتدي في الوصفة التانية. هنعمل الكركديه البودر اللي هو العناب. فهجيب بقى كوباية من الكركديه اطحنها كويس جدا في المطحنة. افضلي اضربي فيها لحد ما تقولك كفاياني كده ضرب. تمام. خلاص هو بقى اوريكي بقى الكركديه الشربات بتاعنا. اول ما يغلي تظبطي ساعتك كده ربع ساعة بالظبط وتقومي قافلة عليه. تمام. هنقول تاني اول ما يغلي اقوم ظابطه ساعتي ربع ساعه واقفل عليه. نرجع للوصفه البودر بتاعتنا. بعد ما ضربت كوبايه الكركديه كويس جدا نزلت عليها بنص كوبايه من السكر واقلبه كويس جدا. انا عايزه السكر يخش مع بودر الكركديه. وانزل عليهم بمعلقتين كبار ونص من الميه. انا هنا نزلت الاول بمعلقتين كبار وبعد كده قلبت وحسيت ان هي محتاجه رحت حاطه لها نص معلقه تاني من الميه. وهننزل عليهم ايه؟ بعصره ليمون. ما فيش ليمون حطي رشه كده بين صوابعك ملح ليمون. وقلبي الكلام بقى ده كله كويس جدا. عارفه يعني ايه كويس جدا؟ كويس جدا نقلب الكلام ده. شايفين زودت نص المعلقه اللي انا قلت لكم عليها. حطينا معلقتين ونص على كوبايه الكركديه. طحناه في المطحنه كويس على نص كوبايه سكر. وهاتي بقى برطمان ولا علبه تلاجة صغنونه وحطي فيها. هنعمله ازاي؟ هنجيب كوبايه الميه ناخد عليها معلقتين صغيرين من الكركديه او العناب اللي احنا عملنا ده. وقلبي والف هنا وشفا على قلبي. لو عايزه تعرفي انهي وصفة في الوصفات اللي احنا عملناها دي يعني تبقى الأخيرة، كملي الفيديو معايا هقولك في آخر الفيديو. تعالي نرجع بقى لشربات الكركديه. شربات الكركديه هنا عدى الربع ساعة. خلاص قفلت البوتاجاز بتاعي عليه. بجد من أحلى الوصفات بتاعت الكركديه. هسيبه بقى كده يهدى جنبي خالص. وتعالي نكمل بقية وصفاتنا. شايفة الجمال والحلاوة؟ تعالي بقى نروح نشوف هنعمل التمر هندي بقى نصفيه بعد ما نزل لونه خالص. خلاص اجيب بقى معايا كده ازازة وابدأ اصفي التمر هندي فيه. هاسيب اصفي التمر هندي واسيب التفل والحاجة بتاعته كده. لأ، نزلت عليه بكوباية من المَيّة. وابدئي بقى بإيديكِ كده بقى صفّي كل اللون والطعم اللي في التمر هندي. الخلاصة بتاعته كله خديها بقى من الحبة دول. هاتي مصفى كده وصفّي بقى كويس جدًا. ده التمر هندي ده باقول تاني مركّز. يعني لمّا تيجي تعمليه هتخفّفيه. حبيتِ بقى تزوّدي سُكّر دي حاجة حسب إيه الرغبة بتاعتِك أنتِ. كمّلي بقى التمر هندي بالشكل ده. وخلاص كده ألف هنا وشفا على قلبِك. حطيت ربع الكوباية أو تِلت الكوباية والباقي مَيّة وسكّري على حسب الرغبة وذوقِك أنتِ. قلّبي بقى كده وجميل بالهنا والشفا. بجد أحلى من البودر اللي ما إحناش عارفين عاملينه إزاي برّه. تعالي بقى كده شربات الكركديه بتاعي خلاص هدي. أبدأ أصفّيه. هو لسه برضه سخن شوية. شايفة بقى جماله ولونه تحت؟ بجد حكاية، حكاية. الكركديه ده هارميه؟ لأ طبعًا اوعي. تعالي بقى كده هاقول لِك هنعمل فيه إيه. باورّيكِ الأول الكركديه بُصّي كل ما بيقعد كل ما بيتقل وبيبقى عسل، عسل زيِّك كده. لسه ما حطيتيش اللايك أنا شايفاكِ لو مكملة معايا الفيديو لغاية دلوقتي. تعالي بقى هنجيب بقى الكركديه ده أنزل عليه ب3 لتر من المَيّة. وباخده على النار تاني من غير سكر. هو أصلًا فيه سكر. خديه على النار بقى كده يغلي معاكِ. عملنا كمية كركديه تقضّيكِ شهر رمضان وبعد شهر رمضان كمان.
صفينا بقى الشربات بتاعنا كده، شربات الكركديه في إزازة، نعمله إزاي؟ ناخد ربع الكوباية من الشربات ونكمّل الكوباية مَيّة وبألف هنا وشفا، وكمان صفينا الكركديه بتاعنا اللي إحنا كنا عاملينه في الأول خالص، وخدت كمان تِفل الكركديه بتاعه حطيته على الحلة اللي إحنا بنغليها، وحطيته في إزازة، برضه ده مركّز هتخففيه لمّا تيجي تعمليه. عملنا هنا وصفات الكركديه العناب البودر، عملنا شربات الكركديه، عملنا كمان التمر هندي باوريكِ شربات الكركديه تقيل إزاي كل ما بيقعد، وعملنا التمر هندي وعملنا الكركديه العادي برضه المركّز اللي هتخفّفيه، وهنيجي بقى نعمل كده الوصفة العزيزة الحلوة على قلبي، وهي الكركديه على التمر هندي، حكاية، والدتي بتعمله باعشقه من إيديها ربنا يبارك فيها يا رب، وزي ما قُلت لكم في آخر الفيديو أكتر وصفة بالنسبة لي الأخيرة هي الكركديه البودر اللي أنا باوريه لكم العناب. أتمنى الفيديو النهارده عجبكم لايك وشير، أسيبكم في رعاية الله وأقول لكم سلام.